مرحبا عيوني، شلونكم؟ يا رب تكونوا بخير وعافية. فيديونا لهذا اليوم الشرك العراقي المضبوط 100% على أصوله. أخذت الوصفة من صاحب محل معجنات. نبدي نصلي على محمد وآل محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كيلو واحد من الطحين الصفر، هضيف له باودر ظرف واحد، واضيف وياه ظرف من الفانيلا. هاي أول مرة نخلط المكونات الجافة. نص خاشوقة كبيرة من الملح. نخلط هاي المواد الجافة أول مرة، نخلطها كل زين. نسوي حفرة بالنص على مود نخلط المواد السائلة ونضيفها هنا. حنبدي نخلط المكونات السائلة. أدي نص كوب من الحليب السائل، أو إذا حابين نضيف مي وملعقتين كبار من الحليب المجفف. هنا عندي ملعقة أو خاشوقة كبيرة من الخمرة. هضيف كوب واحد من الزيت النباتي. هضيف نص كوب من الشكر الحبيبات. هخلطه كل زين لحد ما يذوب الشكر ويانا ويا المواد السائلة، يعني يذوب بالكامل. هضيف 2 من صفار البيض. هنا حبايبي كملت لما ضفت الشكر وشوية خلطته صار هالشكل هذا. حنضيفه فوق الطحين. أول مرة ندخل المواد السائلة بالجافة، وإذا احتاجينا مي المرة الثانية للعجينة نضيف لها. هنبدي نعجن بالإيد، نترك الخاشوقة. ضفت مي مرة الثانية لين احتاجيت، بحيث العجينة تكون متلاصقة بالإيد وكلش طرية مثل ما تشوفون حبايبي. هنا عجنتها، شوفوا شلون صارت طرية، كلش طرية وتكون متلاصقة بالإيد مثل ما تشوفون حبايبي. كملتها ودهنت الطاسة هاي على مود حتى لما تختمر ونشيلها ما تلتصق. هنا غطيتها واتركها لمدة ربع ساعة إذا الجو كان حار، ونص ساعة أو 3/4 ساعة إذا كان الجو بارد. هنا اختمرت وتضاعفت مثل ما تشوفون، طلعت فقاعات، كانت كلش طرية وسهلة. صار ملمسها ناعم. حقسمها إلى قسمين. القسم الأول أغطيه على مود حتى ما يجف من فوق. القسم الثاني أقسمه إلى 12 قطعة. قسمت 12 قطعة، وكل قطعة أقسمها على قسمين مثل ما تشوفون وموضح بالفيديو. هاي القطعة الوحدة قسمتها على قسمين، حسويها هيجي على شكل مثل الرولات، حلف واحدة على الثانية مثل ما تشوفون. وبعدين كل طرف أحطه على الطرف الثاني وألصقه كل زين. أتمنى تعتمدون هاي الطريقة وتجربوها. طريقة كل سهلة، مواتها موجودة بكل بيت. حتفيدكم ريوقات عصرية أو توزيعات. شرك حار وسهل وكلش طيب. كملت الكمية هنا. عندي بياض البيض وضفت له شوية مي. أدهن العجينة من فوق الشرك، بعدين أخليه بالسمسم. السمسم محمص مثل ما تشوفون هنا. حطيته بصينية وحتركه لمدة 10 دقائق حتى يتضاعف حجمه مرة ثانية، وأدخله فرن محمي مسبقا من فوق ومن جوا على درجة حرارة متوسطة. طبعا كل فرن ودرجة حرارته. هنا تضاعف حجمه، وهنا دخلته بالفرن. شوفوا شلون تضاعف حجمه بعد أكثر. هنا بعد ما أخذت اللون الذهبي وطلعناها من الفرن، ما صرف لكم عن الريحة كلش حلوة والطعم بعد أطيب.
معلقتين تبشيرة أو الشربات، كوب واحد من المي ونص كوب من الشكر ورشة هيل وعصرة ليمونة. وهنا حفتح افتح لكم وحدة شوفوها شلون مثل القطن، بطنها كلش هشة وحلوة. مثل المحلات بالضبط. جربوها وطلنا رايكم بالتعليقات. اتمنى تخلون لايك واشتراك على مود يوصل عدد اكبر من المشاهدين ويستفادون مثل ما انتم جاي تستفادون. واسوي لكم وصفات كلش سهلة وبسيطة وافكار حلوة. شكرا لكم ولمتابعتكم ولمشاهدتكم.